فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه هيل ماشي وسط كنغفار وهيصة ودوشة كتير جدا، بس هيل مش جاي يتفسح، لأ ده ماشي وشه جايب ألوان وبيتلفت ورا كأنه هربان من عزرائيل شخصيا. وقلقه ده كان في محله تماما، لأننا بنلاحظ إن في ناس وسط الزحمة لابسين لبس تنكري بس عينهم بتطلع شرارة كأنهم رادارات مركزين معاه هو وبس. ويل بياخد سبرنت وبيحاول يداري وشه وسط الناس وبيطلع زرق من جيبه بيبصله بصة أخيرة كلها وجع وحطه في صندوق البريد وكأنه بيحدف وصيته الأخيرة أو قنبلة موقوتة للزمن. وأول ما خرج للشارع الرئيسي وفاكر اللي هو خلاص خلع منهم، فجأة عربية جاية طلقة ما بترحمش خبطته خبطة طيرته 3 متر فوق، لما يلمس الأرض كانت روح وطلعة. والسواق كمل طريقه بمنتهى الهدوء ولا كأنه داس بني آدم، كأنه يجرب كود الاصطدام في كيس شيبسي ومشى من غير ما يبص وراه. وبنسيب جثة هال وبنروح لواحد تاني خالص اسمه جيمس. وجيمس ده ظابط تقيل جدا في البحرية اللي بيدرب طلابه بتوعية تحت المية، تدريبات تطلع الروح وتخلي السمكة نفسها تطلب الرحمة منه. ورغم ان جيمس شعره شاب ويبقى ابيض وله هيبة وباين عليه السن، الا ان طلابه الشباب في عز صحتهم ما كانوش ندل خالص. والراجل ده تحس ان هو قنبله وتحس ان هو موتور لانش وعضلاته خشب زان. في عز التدريب القاسي ده جيمس بيجيله تليفون وهنا بيجيله صدمه، خبر وفاه والده اللي هو اتخبط بالعربيه. جيمس راح لمراته على طول وقال لها على اللي حصل. سالته كلمه واحده: انت كلمت اخوك جوني؟ رد بمرار وغل: اخويا دي في غيبوبه، ما بيردش على حد، واحنا اصلا بقالنا سنين مش بنطيق بعض ولا كلمه لبعض حتى، والعلاقه ما بيننا منتهيه تماما. مرات ضغط عليه وقالت له: ازاي ده اخوك ومن حقه يعرف ان ابوه فارق الحياه، لازم نبلغه. جيمس قال لها ماشي وقتها، هو بيبرطم بكلمتين وكانه اتصل بمصلحه الضرايب مش اخوه. بنسيب جيمس وبنروح للطرف التاني خالص. الكارثة بمعنى الكلمة: جوني راجع البيت بموتوسيكل غريب، تحس ان هو مجمعه من خردة وانفعالات نووية ومركبه حتة حتة، بس هو ماشي بيه وكأنه راكب طيارة نفاثة محدش قده. وأول ما بيخش البيت بنلاقي صاحبته فلتينا بتلم شنطتها وقافشة منه على الآخر. وجوني بكل استهبال بيقول لها: في يا بيبي مالك زعلانة ليه؟ قالت له بفرط عصبية: زعلانة من إيه؟ أنت على طول سايبني وناسي إن في بني آدمة عايشة معاك. جوني رد عليها: ما أنا موجود أهو يا ست الكل، قولي لي بس أنت عاوزة إيه وأنا أعمل لك اللي أنت عاوزاه، اعتبريني دلوقتي دليفري ليكي. قالت له: أنت ما بتعملش حاجة لوحدك أبدا، تقدر تقول لي دلوقتي النهارده إيه؟ جوني بيفكر ثانية كده مع نفسه وبيقول لها: النهارده يوم سهل جدا، النهارده يوم الاربع. ردت عليه بصرخه هزت الحيطان: النهارده عيد ميلادي حيوان. وسابته وخلعت. وجون واقف مع نفسه ويقول: يا نهار احول، ده ايه ده كده يوم مش هيعدي، انا شكلي هبات في الجراش الليله. وهو بيبص لصورته مع مامته وهو صغير والصوره التانيه مع فلتينا. وقتها بيجيله تليفون من مرات اخوه جيمس، ودي كانت اول مره تكلمه عشان تقول له خبر وفاه ابوه. وجينو بيرد بكل برود وبيقول لها: يا ده انا كنت فاكره اصلا اللي هو مات من زمان، هو لسه عايش؟ قالت له: ايه الكلام ده، لازم تكون جنب اخوك في ظرف زي ده. جينو رد بجلده بيقول لها: نبقى نشوف، هو انت السكرتيره بتاعته بيكلمني هو لو عاوز يسمع صوتي. وفي اللحظه ديت وفي الحمام بياخد وضعه تماما، دخل عليه 3 عتاوله من عصابه الياكوزا قالوا بلهجه الافلام: بص يا ابني وافتح ودنك، والدك بعت لك طرد مهم جدا واحنا عاوزينه، يا اما هتحصل ابوك في المكان اللي ما بيرجعش منه حد. جينو بيبص لهم بصه كده: انتوا جايين تعملوا ايه؟ وقال لهم: اولا مفيش طرد جه، ثانيا انتوا خارين بيتي وبتهدوني بالقتل وانا ظابط، ده انتوا يومكم اسود، فكده لي حق ان اقتلكم واعمل منكم كراسي. وهوبا بدأت المدعكة. جوني مسك فيهم صنفرة واحد ورا واحد، ضرب في كل حتة، وجوني بيفضل يفنن فيهم لدرجة اللي هو خبط واحد في الحيطة وعمل منه اومليت بالطماطم وقدر يخلص عليهم التلاتة وهو لسه بالفانلة الداخلية في مشهد اكشن يدرس. وبنروح للجزيرة اللي فيها جنازة والده وجيمس واقف بوقار العسكري ولمح عصابة الياكوزا وعصابة تانية محلية قاعدين يراقبوه من بعيد كأنهم مستنيين تورطه تتقسم له او خناقة بس تبدأ. وجيني بص لهم بطريقة مستفزة ونظرات سودة. بدل ما يحترم جلال الموت قعدوا يلسنوا على بعض وسط الجنازة بكلمات تودي السجن، لدرجة ان الراجل اللي بيصلي قال لهم: ايه يا عم انت وهو ما تحترموا نفسكم، احنا في جنازة برضه مش في سوق الجمعة هنا. وعم العمدة جيب وقاره المصطنع وكمل المراسم. وبعدها جيمس خد جوني البيت والدهم القديم، وجوني قال له: انت لسه محتفظ بالكركوبة ديت؟ ده البيت ده ريحته ماضي قديم جدا. جيمس قال له: ايوه ولسه بدفع قسطها كمان، والبيت ريحته وحشة عشان ريحة ابوك
ابوك لسه فيه. وهما بيتجمعوا عشان يتغدوا، جوني فجر القنبله الموقوته بتاعته وقال لابوك مات مقتول يا جيمس، دي مش مجرد حادثه او قدر، لا دي تصفيه حسابات. جيمس اتعصب عليه وقال له انت كل حاجه تعمل فيها مأموريه وسيناريو، مامتك برضو قلت انها نفس النظام وماتت بنفس الشكل، وكنت هتودينا في مشاكل وخليت الناس كلها تتفرج علينا، وتعالى كلمني بره. ولما طلعوا بره جيمس قال له جوني لما الموضوع يتعلق بابوك اللي مات بحادثه وانت اصلا ما كنتش بتطيق تبص في وشه، جات الواد تعمل فيها المحقق كرومبو. جوني رد عليه بوجع، انت على طول مش بتسمع لي ولا بتشوف العيل الغلطان اللي ما بيفهمش؟ بس انا مش غلطان يا جيمس، ابوك اتقتل. جوني سابه وراح بار عشان ينسى همه. جه واحد ضخم قال له الرئيس عاوزك، فقعد يتعرب. وجوني قال له قول لرئيسك ان مش فاضي للهرتله دي ومش بيوزع وقت على الناس الفاضيه. بس اكتشف وقتها ان هم حاطين له مخدر في المشروب. صح على نفسه قدام الرئيس، كان جوني مفرتكهم زمان. رئيس العصابه قال له قدامك اسبوع وتغور من الجزيره دي، واعمل له وش وانفور بالسكينه على رقبته، وقال له ده علامه حمايه لمده اسبوع، وبعد كده هتبقى ذبيحه العيد ويلا غور من هنا. وجيمس من ناحيه راح لرونالد رئيس ابوه في الشرطه، ورونالد قال له يا جيمس يا ابني الموضوع بسيط، حادث ومفيش كاميرات في الشارع كانت شغاله في اليوم ده، اهدى واشرب ليمون. جيمس حس وقتها اللي في لعبه كبيره جدا معموله عليهم. راح لمكان الحادثه بنفسه ولقى محل مركب كاميرات، وطلع فلوس صاحب المحل وقال له انا عاوز التسجيلات دي حالا. وفي واحد بلطجي حاول يمنعه، بس جيمس قال له انا مطلع الفلوس دي عشان امضيكم على التكسير اللي هيحصل لو التسجيل ده ما طلعش. وشاف فعلا الفيديو وتاكد ان ابوه اتدهس بالقصد، والسواق كان ناويها اصلا وما لمس الفرامل حتى. في نفس الوقت ده جوني دخل شقه والده، لقى شاب اسمه بيكا بيحاول يهرب منه بشويه شغبيط وحاجات كده مش عارفينها، كانه جاكي شان بس النسخه الغلبانه. وجوني مسكه من قفاه وقال له وحياه خالتك يا جاكي شان التخين انت ماني سايبك الا لما تقر انت كنت بتعمل ايه في ايد ابويا. بيكا اعترف بكل حاجه وانه كان مساعد ابوه في المهمات الشمال زي تصوير الناس في اوضاع مخله عشان الابتزاز. وجوني وقتها لقى خريطه مستخبيه في لوحه التزلج بتاعه، والخريطه دي المشروع كومباوند ونادي للقمار، وماركوس راجل الاعمال بتاع الخير عاوز يبنيه في جزيره بالعافيه. وجوني دخل عليهم وقال لهم انت كان عندك حق يا اخويا، ووراه ساعتها فيديو الحادثه اللي اتاكد ان ابوه داس عمدا وهم راكبين العربيه بيجمعوا الخيوط. فجاه الياكوزا هجمت عليهم وفتحوا النار من كل ناحيه، وجوني بذكائه نط من العربيه عشان ياخد كور في قلبها من الضرب اللي بيجي فيه، وجوني نط هو كمان. وجوني وقتها فجر عربيه العصابه، وجيمس قال له يا متخلف كسرت عربيه اللي حيلتي. جوني قال له عفوا يا فنان، انا انقذت حياتك وفجرت عربيه الاعداء. ويا عيني لسه ما كملش الكلمه، عربيه جيمس هي كمان فرقعت في وشهم وبقت شاورما فحم. وراحوا بعدها لبيت عمهم واكتشفوا من الخريطه ان ماركوس هو اللي ورا المشروع نادي القمار ده، وبيكا دخلهم حفل ماركوس متنكرين كعمال. جوني عايش حياته ورا البنات والبوفيه، وجيمس بيغسل الاطباق وعينه رادار بتلقط كل همسه. جوني اتعرف على مرات ماركوس واكتشف انها كانت مأجره ابوه يراقب جوزها عشان تمسك عليه اي زله قبل الطلاق. وماركوس ساعتها اكتشف وطلب يقابلهم، وقعد يمثل انه كان بيحب والدهم وان والدهم كان اخ ليه. بس جوني قال له في وشه انا مش بلمح، انا بتهمك ان انت قتلته بدم بارد. ومسك قنبله من الحرب العالميه الاولى كانت على مكتب ماركوس ورماها عليه باستهزاء وخرج. وتاني يوم بيروح جوني عشان يقابل مرات ماركوس في الفندق، لقاها مرميه من فوق ميته والناس متجمعه حواليها كانه مشهد انتحار مترتب. جوني اتجنن وراح عشان يهد بيت ماركوس، بس الحراس كتفوه والبوليس كده قبضت عليه، والعمده جاله الاسم وخرجه. بس جوني وجيمس اول ما اتقابلوا نسوا ضرب ببعض وادوا علقه لبعض، علقه اخوات ايه تعجبك، عشان يصفوا الغل اللي فات من السنين دي كلها. وبنشوف هما بيدقوا ببعض ومش راحمين بعض حرفيا يا صديقي، كانهم وحوش كباره مش راحمين اي حد. الاتنين داخلين في بعض ومحدش شرف يحل ما بينهم. وبعد ما خلصوا خالص لقيناهم الاتنين قعدوا جنب بعض وبدأوا اللي هم يتصافوا ويعتذروا من بعض. وجوني لاول مره قال لاخوه انا خذلتك بس كنت فاكر اني بحميك. وفالتينا وقتها رجعت لجوني ومعاها طرد بفلاشه والدها كان بعتها لهم في البريد قبل ما يموت، وهم في العربيه هجم عليهم طيار هليكوبتر ونزل منهم مستلكات من السماء في مشهد اكشن هندي من اللي قلبك يحبه. فالتينا طلعت نينجا وسحلت العصابه، وجيمس وقع الطياره بذكاء، والفلاشه كشفت ان ماركوس حول 12 مليون دولار العمده عشان بس يوافق على مشروع نادي القمار. وبنعرف في الاخر ان العمده هو الراس الكبيره وخطف مرات جيمس عشان يسكتهم خالص. وبنشوف الاخين هم رايحين لقصر ماركوس وعشان يعملوا مجزره تاريخيه هناك، وجيمس دخل وماسك السلاح بتاعه وخلص على كل عصابه الياكوزا
وفصصهم حتة حتة. ولا تقول لي إبراهيم في عز شبابه وماسكهم بالسلاح، هي طلقة منه بالشخص على طول وخلص عليهم كلهم. وبنشوف بعدها على طول جوني واجه ماركوس اللي كان فاكر نفسه سوبرمان. ماركوس مسك جوني نفضه كأنه سجادة بالظبط، بس جوني كان محضر المفاجأة الأخيرة ليه وهنعرفها كمان حبة. وقعد يضرب وماركوس قعد يضرب فيه ومش رحمه حرفيا، يجيبوا يمين يجيبوا شمال. بس كان جوني زي ما قلت لك محضر القنبله النوويه اللي معاه، واللي خدها ساعتها من مكتبه وحطها على برميل البترول وفجرها في قلب ماركوس. وماركوس اتقسم 85 حته اتوزعوا على الجزيره. وجيمس لحق جوني من الميه قبل ما يغرق في مشهد مؤثر جدا. وفي النهايه العمده اتحبس ولبسوه كلبشات بتهمة الرشوة وقتل رئيس العصابة المحلية. وجاب لجوني اسم اللي قتل أمه زمان كعربون محبة. جوني مسك الورقة وبيبص لأخوه جيمس، بدل ما يكمل في طريق الدم حرق الورقة بسجارة. قرر يسامح ويفتح صفحة جديدة مع أخوه. وقعدوا قعدة عتاولة ياكلوا ويضحكوا على أيام زمان وكأن السنين مرت وما عدتش عليهم أبدا. وبس كده المهمة تمت بنجاح وصلنا لآخر فيلمنا. لو قلبك ميت وبتحب الأدرينالين فعل الجرس عشان الفيلم الجاي فيه تقصير عظم أكتر من ده. متنساش اللايك المتين والشير والاشتراك في القناة، وخليك دايما جاهز اللي جاي. وأشوفك الفيديو الجاي وسلام.